أنا بالنسبة له الأمر من فين يجي؟ الأمر من هان هاي بالنسبة له أنا أمر في طلبهم راقد معاهم أمر للعامل والعامل ما ظل مسلم عند العامل صح. لكن الآن احنا ما بيتحقق قلتوا لنا أوامر دهرية فقبض الأربعة الجنيه اللي باقين خارج وإحنا على طول نسير العامل نسير الباحث نسير. قدمنا طلب بالبعض قدمنا طلب أنا قدمنا كل ساعة من أول ما وصلنا عند هذا القضاء وإحنا أول ما بدأنا المطالبات بقيت كنا ولا الرغم أنهم يعرفوا أن عم محسن طلع في الكاميرات وعندنا مشاركة. سبب خروجنا اليوم هو قاموا بالإفراج عن قالوا نرى الإفراج عن أحد الجناه. اليوم يتكلموا عن هيدرة وغدا عن أبو الجاني وبعدها وهم كلهم مشاركين وباقي معنا 5 نطالب بالأمر القهري في سرعة القبض على ال5 الجناه اللي لا زالوا خارج بالرغم أنه في إثباتات عليهم الكاميرات أثبتت عليهم وعلى أرقام سياراتهم وعلى كل شيء. الشيء الثالث عم محسن من ضمن القتلة والذي شارك وخرج من اليوم الأول ومنتظر إلى موقع الجريمة ولا لحد الآن قاموا حققوا معه وأفرجوا عنه وخرجوه لحد الآن لم يوصل السجن. كذلك الشهود الزور هذا الذي جابوا يجيبوهم اليوم من أين ظهر الشهود هذولا؟ فينهم ما ظهروا إلا اليوم؟ نطالب بإرسال جميع الجناه إلى المحكمة، إرسال جميع الجناه، جميع المساهمين، جميع من تواجد في مسرح الجريمة وقدم دو أن عضو النيابة لم يقوم بأي تصرف أو يقوم بالإفراج على أي شخص، وإذا قام بالإفراج على أي شخص سيتم يعني تعقيد الأمور. هو عضو النيابة يحقق ويرسل إلى المحكمة والمحكمة متخصصة بالإفراج أو الإعداء. هم جناه مشاركين في الجريمة يعني جناه متعددين. احنا سمعنا أن عضو النيابة مع بعض الأشخاص يحاولوا الإفراج عن بعض الجناه، فنحن وصلنا هنا نطالب مجلس القضاء ونطالب وزير العدل ونطالب النائب العام ونطالب الرئيس مهدي المشهد أن يشوفوا القضية بعين الاعتبار. هذا قضية حرابة وقضية رائعة، ليست قضية الثلاثة وحده وإنما قضية الشعب اليمني كامل، جميع القبائل اليمنية من شرق إلى غرب. هذا إنسان فعل خير في الطريق ونزع الإنسان هذا حسب أن ما بش معه نفقات كراء ولا بش معه أي شيء وقام يقتله في الطريق. هذا قضية رائعة سرعة النظر فيها والبت والإعدام تعزيرا كل من شارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب تضامن الجميع مع هذا الحالة النادرة. الراجل قصد الخير وفعل الخير هي عصابة إجرامية مشجعة من قبل الدولة على ما اعتقد وتباطأ السير في القضية. هذا مما يدل على أن التجربة يكون من القضاء نفسه يشجع المسلمين على ارتكاب الجرائم هذه. فوجئنا في الوقت الحالي أنه قد يكون في قرار إطلاق البعض من الناس، ونأمل حقيقة على اتخاذ قرار صائب والهدف يكون هدف جيد وهدف إيجابي وليس إطلاق من تم القبض عليهم من جناه. نأمل حقيقة من الأقوى في القضية في الجناية المخصصة أن تكون لها إجراءات سليمة وإيجابية في نفس الوقت لإنصاف الناس. الآن لدينا حقيقة احنا مظلومين مكبودين حقيقة في ولدنا شهيد أبناء مديرية مبيان محافظة حجة، جميع حقيقة الناس متعاطفين في هذا الجانب بالذات ويريدوا حقيقة الإخراج الجناه إلى أرض الميدان للقصاص. أولا نشكر كل من حضر في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها ولي الدم والمتكلفين بمتابعة القضية بسبب التحرك الذي سمعوا به بأن يتم إفراج عن بعض الجناه التي تم إلقاء القبض عليهم. فإننا نطالب بإلقاء القبض على بعض الجناه الذي ما زالوا فارين من وجه العدالة وسواق وفتح ملف في شأن الفلوس الذي لم يتم فتحها بسبب ذلك. وإننا أيضا نوجه الشكر للقيادة الثورية الممثلة بالسيد العلم السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله والقيادة السياسية الممثلة بالرئيس مهدي المشهد بأنهم تحركوا في القضية وبأنهم سعوا واللجان الأمنية بأنهم سعوا في هذه القضية بجد وتحرك إيجابي. فلكن نريد من القضاء التحرك المستعجل في هذه القضاء والقصاص من القطاعين الطرق ووقف حد هذه الجرائم الذي تحصل في يمن الإيمان والحكمة. تفاجأنا أن أصحاب خولان ادوا محامي يتابع
مع المجرم وعصابته وإخراج البعض من الجناه. ولكن من هنا وقفتنا هذه الدنيا إلى غضب لأبناء محافظة حجة وإلى مشايخها وقبائلها وولي الدم، أدت إلى غضب لما تفاجأنا بهذا. لو ما اتصل بنا وقال إنه اليوم في محامي بيراجع ويخرجوا البعض من الجناه، لكن احنا نناشد النائب العام ونناشد مجلس القضاء ونناشد القيادة ممثلة بسيد القول والفعل السيد القائد عبد الوهاب الحوثي. إن شاء الله بإذن الله سوف يتم إرسال الملف إلى المحكمة الجزائية ويتم عقد جلسة لمحاكمة العصابة وإخراجهم إلى ساحة الإعدام. والله يبيض وجه الجميع وكتب الله أجر الجميع وكل من يتفاعل مثل هذه القضايا المحزنة والمؤثرة. هذا سبب تواجدنا يومنا هذا في الوقفة الاحتجاجية بطلب أولياء الدم، كون القضية لم تستكمل إجراءاتها ولم يتم رفع قرار الاتهام للجناه. هذا ما تم تواجدنا إليه، ونطالب رئيس المحكمة رئيس النيابة الجزائية بسرعة إكمال الإجراءات، ونطالب النائب العام ورئيس القضاء الأعلى في ضبط الجناه مستعجلا، كون القضية حرابة وقضية لا تمت بر اليمنيين بشكل عام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.